السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من الكرة العالمية، أخبارنا العالمية والمحلية. أخبارنا النهاردة أول خبر عندنا فوز الزمالك على فيوتشر 2-1 في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية. صراحة مباراة شهدت تألق من الفريقين، وبالذات فيوتشر أحرز هدف في الشوط الأول، ثم تعادل حمزة المكلوزي من ضربة راس، من ضربة ركنية يعني تصدى لها جنش، ولكن دخلت هدف. كان هدف سهل لجنش، وهدف تاني للزمالك من ضربة جزاء. ولكن قبل ضربة الجزاء دي كان الكرة كانت تسلل، او كان الجزيري متسلل، وحامل الرايه ما شافش حاجه. حتى الفيديو كمان يعني اعمى، ما شافش اي حاجه. تسلل واضح واضح. ولكن انتوا عارفين ان الجزيري في مباريات كتير ومتعود على ان ايه، بياخد ضربات جزاء، بيرمي نفسه ياخد ضربات جزاء، ولكن الكره اتحسبت. لكن في الاساس ضربه جزاء، والحكم لا شاف ولا حامل الرايه شاف ولا الفيديو شاف. المباراه شهدت اصابه اوباما بكسر في الفك، نتمنى له الشفاء العاجل. القصه الثانيه قصه موضوع رمضان صبحي وتناول المنشطات والسوشيال ميديا ووسائل الاعلام بتتكلم عليه. قصة إن الأستاذ جمال علام، طبعا مدير اتحاد الكرة، طلع وقال إن عينة رمضان صبحي طلعت إيجابية. العينة دي أساسا اتاخدت في مباراة أفريقية في شهر 8 اللي عدى. مش من حق جمال علام إن يطلع ويتكلم على لاعب مصري. لاعب مصري في أوروبا اللي أعرفه أنا إن واحد أو لاعب يبقى عنده متناول منشطات، المدرب ما بيلعبوش، او اداره الكوره نفسها بتقول له ما تلعبوش، وبيطلع يقولوا ان اللاعب ده مصاب. اللاعب ده لاعب عنده قيمه تسويقيه. ان انا اطلع على لاعب انه بيتناول منشطات ومخدرات، ده بيقل من قيمته التسويقيه. لجنه المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات المفروض هي اللي تتكلم وهي اللي تقول. وكمان في حاجه تاني، ان اساسا مفيش حاجه جت على رمضان صبحي ولا في حكم جه ان رمضان صبحي يتناول منشطات، وان من حق ان رمضان صبحي يتوقف. ولكن اداره بيراميدز تتحرك لاثبات براءه رمضان صبحي واتلاف العينه. على الناحيه الثانيه كولر طبعا بيجتمع مع اللعيبه ومع اداره النادي الاهلي، وبالذات مع طبيب النادي الاهلي الدكتور جبره، للاطمئنان على جميع اللاعبين المصابين، وعلى راسهم وسام ابو علي. وسام ابو علي يعني الرتوش الاخيره، واحتمال كبير بنسبه 90% من هنا ليوم الجمعه هيكون جاهز رمضان وسام ابو علي للمباراه. رضا سليم طبعا جاهز 100%. الوحيد اللي نتفت ممكن او لا نسبه 50-50، لكن ياسر ابراهيم بره المباراه تماما. وكولر كمان يحذر اللعيبه من سيمبا. سيمبا فريق قوي، مش عايزين اللعيبه تتخدع او تنخدع في نتيجه المباراه الاولى وفوز الاهلي 1-0، لان فريق سيمبا فريق قوي، مدرب سيمبا مدرب قوي. فالانخداع في النتيجه مش في صالح النادي الاهلي. كمان كولر اتكلم عن تدعيمات النادي الاهلي، وان هو عايز 2 مدافعين. لابد من 2 مدافعين، في 3 مدافعين شايفهم كولر عينه على ال3. فالاهلي على نهايه الموسم ان شاء الله يكون متعاقد على 2 على الاقل مدافعين، وواحد كمان بديل لعلي معلول، لان في قصه الموضوع علي معلول التجديد او ما يجددش. عمرو نصيرة خلاص، عمرو نصيرة رسميا خلاص جدد 2 في نادي الاهلي. كولر عايز معلول، ولكن وكيل علي معلول في كلام هيتعرف في الايام اللي جايه. من اخبارنا العالميه، امبارح كان في مباراتين مهمين جدا. مباراتين يعني الدوري الانجليزي، سيتي وارسنال وليفربول وبرايتون. النتيجه النهائيه ان ليفربول طلع هو الرابح، او طلع هو الكسبان، مش 3 نقاط بس بل 5 نقاط. 3 نقاط من فوزه على برايتون 2-1، ونقطتين من تعادل ارسنال ومانشستر سيتي، لان هما الاثنين اللي بينافسوا ليفربول على الدوري.
سيتي ومانشستر انتهت 0. سيتي وارسنال انتهت 0-0. المباراه كانت قويه من الجانبين، يعني الضغط العالي من السيتي والهجمات المرتده من ارسنال. نقدر نقول المباراه دي كان ضغط عالي من السيتي، ولكن ارسنال كان عنده هجمات مرتده اكتر من السيتي. ليفربول كان متاخر بهدف، تعادل لدياز ومحمد صلاح يحرز رقم قياسي. طبعا الهدف ال 15 ليه في الدوري، يعني على بعد هدف تاني، على بعد الهدف 16 ليه في الدوري، على بعد هدفين ويعدي هالاند. ولكن السيتي ليفربول بهذا الفوز رفع رصيده ل 67 نقطة، أرسنال 65 نقطة، سيتي 64 نقطة. يعني فارق ما بينه وبين أرسنال نقطتين، وبينه وبين السيتي 3 نقاط. من عادة الدوريات الإنجليزية أو الفريق البطل في آخر الأسابيع ما بتغلبش. يعني لو استمرت الفرقة الثلاثة في الفوز وليفربول فاز، البطولة إن شاء الله تبقى لليفربول. على الناحية الثانية أنا عايز أتكلم على الدوري الألماني. ليه؟ لأن ليفركوزن عامل حالة في الدوري الألماني. ليفركوزن يوسع الفارق ما بينه وبين بايرن ميونخ ل 13 نقطة بعد هزيمة بايرن ميونخ من بروسيا دورتموند 2-0، وفوز ليفركوزن 2-1 على هوفنهايم. فليفركوزن بصراحة عامل حالة، فده اللي خلاني أنا اتكلمت على الدوري الألماني. وأنا من عادتي أحب الدوريات الأوروبية بالذات، مفيش واحد يحتكر الدوري بتاعه. أتمنى أن تكونوا سعدتم بهذه الحلقة. لايك وشير ودعم لأخيكم عمر العالمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.